الداعي والمفكر الإسلامي فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. فضيلة الدكتور أهلا ومرحبا بكم معنا. بارك الله بكم، نفع بكم وعلى قدركم. سعداء بوجودكم معنا فضيلة الدكتور. موسم جديد سبحان الله، كأنه فضيلة الدكتور من مواسم حب النبي صلى الله عليه وسلم وتجديد هذا الحب في قلوبنا رغم ما صدر من إساءة بحقه، فداه أمي وأبي. الحقيقة بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. الله جل جلاله واجب الوجود، ما سواه ممكن الوجود. خلقنا، حياتنا بيده، الموت بيده، الغنى بيده، الفقر بيده، الصحة بيده، المرض بيده، القوة بيده، والضعف بيده. ومع كل ذلك ما قبل أن نعبده إكراها، فقال تعالى: لا إكراه في الدين، بل أراد أن تكون العلاقة به علاقة حب، يحبهم ويحبونه. فالله عز وجل أراد وشاءت حكمته أن تكون علاقته بعباده علاقة حب. السبب، الإنسان حينما يحب الله يتخلق بأخلاق تؤهله للاتصال به. فالإنسان إذا أحب الله عز وجل، الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا، فلا بد من أن يكون صادقا أمينا رحيما منصفا حكيما لطيفا. هذه الكمالات مكارم الأخلاق مخزونة عند الله تعالى. فإذا أحب الله عبدا من له خلق حسن، فلذلك الحب أصل في هذا الدين. والآية تقول: يحبهم ويحبونه. والحب في الله عين التوحيد، عين التوحيد، بمعنى أن الإنسان يحب الله، يحب الأنبياء جميعا، يحب الرسل جميعا، يحب النبي الكريم سيد الخلق وحبيب الحق، يحب الصحابة الكرام من دون استثناء، يحب العلماء الربانيين، يحب ما أحل الله له، يحب أولاده وامرأته، يحب العمل الصالح، يحب القرب إلى الله، ويكره البعد عن الله. فأي عمل مقرب إلى الله ينبغي أن تحبه، أي عمل آخر يكون حجابا بينك وبين الله ينبغي أن تبتعد عنه. فلذلك في علاقاته، في كسب ماله، في إنفاق ماله، في تمضية أوقات فراغه، في بيته، في عمله، في رحلته، في ترحاله، ما دام أحب الله وخضع لمنهجه فهو يعطي ولا يمنع. الأصل أي أن تكون معطاء لا أن تكون آخذا. نعم. طيب فضيلة الدكتور، الآن يعني هذه الموجة الجديدة الصريحة يعني تصدر عن رأس دولة من الدول الغربية، فرنسا، وأعني ماكرون كما تعلم، كلام واضح بحق الإسلام، إساءة واضحة، تكريس لرسوم مسيئة. أكابر مجرميها أكابر مجرميها. نعم. هذا الذي لم يتذوق حب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرفه، لحقده أم لتقصيرنا؟ والله نحن أولا البطولة أن نعترف بتقصيرنا في التعريف بالنبي الكريم. لو طبقنا سنته، الكلام دقيق جدا، لو طبقنا سنته أحبنا من حولنا. لو رأى الناس إسلاما مطبقا بتفاصيله كنا محبوبين. أما إذا رفعنا شعار إسلامي، رفعنا كلام إسلامي، ولم نكن كما ينبغي. فالإنسان عنده فطرة، الله قال: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. فأنت مفطور شئت أم أبيت على حب العمل الصالح، على حب الصدق، حب الأمانة، حب التواضع، حب الإخلاص. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. هذه الفطرة هي تتوافق مع الأمر الإلهي توافقا تاما.
أما الصبغة أرقى منها. الفطرة أن تحب الحق، أن تحب التواضع، أن تحب الرحمة، أن تحب الإنصاف، أن تحب العدل. أما الصبغة أن تكون عادلا ورحيما ومنصفا. فنحن بين الفطرة والصبغة. جميع أهل الأرض فطروا فطرة سليمة، فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. أما الصبغة إذا أقبلت على الله تشتق منه الكمال، الرحمة، الإنصاف، العدل، التواضع. مكارم الله عز وجل مخزونة، المكارم الأخلاقية مخزونة عند الله تعالى. فإذا أحب الله عبدا منحه خلقا حسنا. نعم. نعم فضيلة الدكتور، نحن في القناة التاسعة أطلقنا حملة بعنوان إلا تنصروه، وأحباب النبي صلى الله عليه وسلم اليوم تراهم يتفاعلون مع ما يجري، كل من موقعه يعبر عن حبه لنبيه صلى الله عليه وسلم وعن غضبه تجاه المسيئين بالتحديد ماكرون وفرنسا من خلال المشاركة بحملة المقاطعة للمنتجات الفرنسية. ماذا تقول لهؤلاء أحباب النبي صلى الله عليه وسلم اسمح الآن؟ لي كلمة واحدة وبماذا تطالبهم؟ قبل أن أجيب عن سؤالك. ما ضر السحاب نبح الكلاب، ولا ضر البحر أن ألقى فيه غلام بحجر. ولو تحول الناس إلى كناسين ليثيروا الغبار على هذا الدين ما أثروا إلا على أنفسهم. فالحقيقة الله مع الحق. الله هو الحق. الحق الشيء الهادف والثابت، هادف وثابت. إن شاء جامع حق، إن شاء سرك غير حق. فالحق الشيء الثابت والهادف، والباطل الشيء العابس والهازل والتالف. فنحن إذا كنا مع الحق كان الله معنا. والحرب بين حقين لا تكون، الحق لا يتعدد، وبين حق وباطل لا تطول، وبين باطلين لا تنتهي. فالبطولة أن نكون مع الحق. إذا كنا مع الله كان الله معنا. فلو نعم. طيب دكتور لو سمحت لي، هناك حتى من يجادل في هذه النقطة، يقولون لك أنه الآن الحق أو العدالة والعدل والحريات والحقوق في فرنسا وليست في بلدانكم أيها المسلمون، يقتل بعضكم بعضا. طول بالك، الحقيقة أن هذا الدين عظيم. نحن إذا أردنا مصلحتنا بذكاء نعمل أشياء يعني محببة لنا، أما حينما تمس مصالحنا ينقلب الغرب إلى وحوش. قصفت أفغانستان بيوم واحد 5000 قتيل. وين الرحمة؟ وين الرحمة؟ مرة أحد رؤساء أمريكا قبل مغادرته البيت الأبيض ب4 أيام قال لقد تم قتل 800,000 إنسان في راوندا. هذا كلينتون. وكان بإمكاني أن أحقن دماء 400,000 لكني لم أفعل. إذا كان الغرب بيتمكن أن يحقن دماء 1,000,000 قتيل شهيد بكلمة أو بهاتف ولم يفعل، شريك القاتل. أنا أقول لك كلمة، ما لم تكفر بالغرب لن تؤمن بالله. والدليل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. الغرب قوي. بس دكتور اسمح لي أقاطعك في هذه النقطة دكتور. نعم. هم يقولون لك أنه يعني المواطن العربي اليوم يحرق ويقتل في الميادين على يد حاكم عربي حين يطالب بحقوقه، أما عندما يذهب إلى فرنسا كمسلم عربي يمارس دينه بكل حرية ويعيش حياته وينال حقوقه كمواطن. هكذا يبرزونها. الذكي قد يكون كافر وقد يكون بعيد، وإن الله ينصر الأمة الكافرة العادلة على الأمة المسلمة الظالمة. فقد يكون ببلد الحاكم إذا واحد ملحد وعمل تأمين صحي لكل المواطنين، عمل تكافؤ فرص، يحب بذكائه، كان أعطى حقوق للناس جميعا. هذا ذكاء بس غير عبادة. العبادة شيء ثاني، أن تعرف الله، أن تعرف قدرته وعظمته، وأن تعرف جنته وناره. فبين أن أعبد الله عبادة صحيحة، الله عز وجل قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية أساسها
معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. أما إذا واحد كان بعيد عن الله بس مصلحته تقتضي يفعل كذا وكذا يفعل، هذا شيء واضح جدا. فلما لكن هنا دكتور بالتحديد بماذا توصي أحباب النبي صلى الله عليه وسلم الذين يشاركون الآن بهذه الحملة في موضوع الحقوق؟ فلما نسوا ما ذكروا به الطرف الآخر فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. قد يكون عندهم نظام معين، قد يكون عندهم تكافؤ فرص، قد يكون عندهم أحيانا يعني قوانين جيدة هذه لمصلحتهم. فرق كبير بين أن تعبده وبين أن تفعل شيئا لمصلحتك، فرق كبير، والآية واضحة. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. البطولة أن نعرف الله، أن نعرف أن نؤمن باليوم الآخر إلى أبد الآبدين، أن نعرف منهجه، أمره، نهيه. أما بالدنيا، الدنيا لمن يتقنها، والدنيا لمن يقيم قواعد ثابتة فيها. الدنيا تصلح بالكفر والعدل كما قال ابن تيمية، ولا تصلح بالإيمان والظلم طبعا. وماكرون أعاد مرة جديدة كشف حقيقة وجه هذه الحضارة الغربية. شوف، يوم لك أن تخدع معظم الناس لبعض الوقت، ولك أن تخدع كل الناس لبعض الوقت. أما أن تخدع كل الناس لكل الوقت هذا مستحيل وألف مستحيل. أما أن تخدع الله ولا ثانية واحدة، أما أن تخدع نفسك ولا ثانية، هيدا مرة ثانية. لك أن تخدع معظم الناس لبعض الوقت، ولك أن تخدع بعض الناس لكل الوقت. أما أن تخدع كل الناس لكل الوقت هذا شيء مستحيل، يتناقض مع وجود الله عز وجل. الله عز وجل كشف حقيقتهم. هذا الغرب لما يقتل أناس آمنين بأفغانستان 5000 إنسان بيوم واحد بالقصف، وين حقوق الإنسان؟ فرق كبير بين أن يكون دينا وبين من يتاجر بالقيام. متاجرة. نعم دكتور، حتى بالمثل الذي ضربناه يعني الحاكم العربي الذي يقتلنا اليوم هو مدعوم من ماكرون وأمثال ماكرون على كل حال. أريد أن أختم معك فضيلة الدكتور لو سمحت لي. باطل تعاون مذهل. الله عز وجل أمرنا بالتعاون، قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الشيء المؤسف والمؤلم أشد الألم على الباطل يتعاونون تعاون مذهل وبينهم 5% قواسم مشتركة، بينما أصحاب الحق لا يتعاونون كما ينبغي. فالبطولة أن نتعاون. نحن نتعاون مع بعضنا بعضا. نحن نملك نصف ثروات الأرض، نملك ملتقى قارات ثلاثة، نملك أشياء لا تصدق. أراد الآخر أن يجعل بيننا العداوة والبغضاء. جميل دكتور. اليوم الرئيس أردوغان دعا بصراحة وبوضوح لمقاطعة المنتجات الفرنسية تفاعلا مع الدعوات الشعبية الواسعة التي انطلقت ربما من الكويت، من أهلنا في الكويت. كيف تنظر إلى هذه الدعوة؟ نحن يجب أن نتعاون جميعا. الطرف الآخر يتعاونون تعاون مذهل بذكائهم ولمصالحهم، وبينهم 5% قواسم مشتركة. نحن أحيانا ومع الأسف الشديد لا نتعاون، نتنافس، وبيننا 95% قواسم مشتركة. أما أنا والله متفائل. يعني الله عز وجل في بعض الآيات والأحاديث ما يدعو للتفاؤل، يعني لا بد من حل لهذه المشكلات إن شاء الله. لكن أن يأتي الموقف من رئيس دولة مسلمة اليوم، أهمية هذا الأمر، هو يتصدى اليوم لكل ما يقوله ماكرون. طبعا لا شوف، الله عز وجل لحكمة بالغة لا يسمح للباطل أن ينفرد بالساحة. لو في أشخاص كثر ما عجبوك، واحد يقف موقف أخلاقي
موقف إسلامي، موقف في حكيم تهفو إليه. يعني لا يسمح الله للباطل أن ينفرد بالساحة. لا بد من بقعة ضوء، لا بد من إنسان تثق بعلمه وأخلاقه وعدله. هذا من سنن الله عز وجل. وجود حاكم مؤمن حريص على مصلحة المسلمين هذا يعمل بالإنسان توازن، ما بيعمل خلل. دكتور، رغم الحرب التي تشن على تركيا وأردوغان اليوم على مستويات عدة ومنها الاقتصادية وحملات مقاطعة، يعني دعوات لمقاطعة تركيا ماذا قال بدل الله فرنسا؟ عن نبيه في بالقرآن لسيد الخلق وحبيب الحق؟ قالوا عنه مجنون وساحر وكاهن. لماذا أثبت الله الصفات السلبية التي برئ منها النبي في القرآن مواساة لنا، تسلية لنا في آخر الزمان؟ الحق يحتاج إلى دعم، إلى قوة، والحرب بين حقين لا تكون، وبين حق وباطل ما بتطول، بين باطلين ما بتنتهي. فالبطولة أن نكون مع الحق، والحق هو الله. ومن دعا قبل أسبوع لمقاطعة المنتجات التركية واليوم سكت عن فرنسا، ماذا تقول له؟ والله من ضعف الإيمان، هذا من ضعف الإيمان سيدي. حينما ترى الله بيده كل شيء لا ترى مع الله أحدا. حينما توحد ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. طبعا دعوة الأنبياء جميعا بأكملهم ملخصة بآية واحدة: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه نقطتين لا إله إلا أنا فاعبدون. كأنه الأديان كلها، يعني السماوية طبعا، وحي الرسالات جميعا مجموع بكلمتين: لا إله إلا أنا التوحيد، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. جميل. فاعبدون، خضعوا لمنهج الله عز وجل. لكن دكتور محمد، بأي منطق، بأي شرع، بأي دين الآن هناك من يدعو لمقاطعة المنتجات التركية بدلا من الفرنسية؟ إيه؟ هذا موقف مع الباطل، لأنه فأنت إما مع الحق أو مع الباطل. مع الباطل طبعا تقول قاطعوا البضائع التركية، ممكن. لا بد من فرز. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فأنت لا يمكن ما تأخذ موقف، إما مع الحق أو مع الباطل. والباطل أيام يكون قوي والحق ضعيف لحكمة بالغة، والدليل: وتلك الأيام نداولها بين الناس. جميل. فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، بدأنا بحب النبي، أريد أن أختم معك بكلمات في حبه صلى الله عليه وسلم. الأصل في هذا الدين الحب. الحب في الله، الحب في الله عين التوحيد، والحب مع الله عين الشرك. الحب في الله أن تحب الله، وأن تحب أنبياءه جميعا وجميع الرسل أيضا، أن تحب الصالحين المؤمنين العلماء الربانيين، أن تحب العمل الصالح، أن تحب الاستقامة. الحب في الله عين التوحيد باتباعه. نعم. والحب مع الله عين الشرك. أن تحب جهة تبعدك عن الله، أن تحب جهة تمنعك أن تصلي. إما أن تحب في الله وهو عين التوحيد، أو أن تحب مع الله عين الشرك. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين.